الكراود فاندنج او التمويل الجماعي استحدثت من فتره كده، انا ما اعرفش المده او الزمن بقالها قد ايه، بس في مصر هنا انا سمعتها تقريبا مرتين او 3 مرات في خلال السنه اللي احنا فيها دلوقتي 2023. والفكره جميله جدا. كنت بتسمع زمان يقول لك لازم تيجي عشان تستثمر في الحاجات العقاريه او تستثمر في العقار عموما، لازم تشتري شقه او تشتري عماره وتبدا تسيب الشقه دي لمده معينه بحيث انك ترجع تبيعها تاني فيجي لك راس المال او قيمه الفلوس اللي انت كنت شاريها. بوجود حاجه اسمها كراود فاندنج، انت تقدر مش تشتري شقه، انت تقدر تشتري جزء متر مربع من الشقه دي وتبقى مشارك في الشقه. يعني انا افترض مثلا الشقه قدامنا بمليون جنيه، انا مش معايا مليون جنيه عشان اشتري الشقه، فممكن انا و10 تانيين نشترك مع بعض نشتري الشقه دي كلها مع بعض، ونبدا بقى الشركه اللي انا اشتريت من خلالها الشقه دي تبدا بقى هي تاجر لي الشقه، فانا ناخد الايجار، وكل واحد فينا في العشر اصحاب دول هياخد الرنت ريفينيو بتاعه او الايجار الشهري بتاعه اللي جاي له بناء على نسبته في مساهمته في